هو انا ليه بحب الرجاله العره؟ ليه دايما كل اللي يدخل في حياتي ناس عره؟ ليه دايما الناس المعفنه هي بس اللي تكون موجوده في حياتي، وكل اللي يدخل داخل يأذي؟ اموت واعرف ليه يا ربي. تعالي وانا اقول لك انت ليه بيحصل فيكي كده. سبب جذبك للاشخاص العره في حياتك اول حاجه ان حضرتك ما تعفتيش معافاه كامله من الشخص. اول شخص دخل في حياتك كان عره بكل القرف اللي عمله فيكي، فبالتالي جريتي على اقرب واحد جالك، واقرب واحد جالك من طاقتك انت اللي جواكي. مش ذنبه هو، ده ذنبك انت، لانك ما تعافتيش وما اديتيش لنفسك وقت انك تتعافي. تاني حاجه اياكي تنسي شخص بشخص، لان ده ما بيبقاش اسمه حب ولا بيبقى اسمه حياه طبيعيه وحياه سويه. ده بيجلب ليكي كل القرف وكل الطاقات السلبيه وكل الحاجات الوحشه اللي تعرضتي ليها بترجعي تتعرضي ليها تاني، لان كل الحاجات دي بتبقى متخزنه عندك في عقلك الباطن ومتخزنه جواكي، فبتطلع طاقات ما بينك وما بين اللي قدامك. فبالتالي لازم تجذبي ليكي الشخص العره. تالت حاجه انك ما بتديش وقت لنفسك انك تتعافي تماما خالص. حضرتك دايما بتندبي حظك وانك عايزه حد في حياتك. كلنا عايزين ناس في حياتنا، بس لازم ندي لنفسنا وقت. نعمل ده ازاي؟ وما نجذبش الناس العره لحياتنا تاني ونخليهم بعيد عنا، وطاقتنا وهالتنا الحلوه اللي كلها نور تقرب لنا اللي شبهنا، وتبعد الناس المقرفه اللي احنا مش قادرين نتعامل معاهم، واللي بيفضلوا يوجعونا وياخدوا كل الحلو اللي فينا ويدونا الوحش اللي فيهم. اول حاجه ادي لنفسك وقت انك لازم تتعافي تماما من البني ادم اللي خرجت من حياته، او اللي هو خرج من حياتك والحمد لله انه خرج من حياتك. لازم وقت كافي جدا انك تتعافي من القرف اللي دخل جواكي. ده مرض ولازم تتشافي منه، ولازم تشوفي اقرب علاج انك تشوفي كل حاجه حلوه انت بتحبيها وفورا تعمليها، وتعملي لنفسك بلان وتمشي عليه. تاني حاجه اياكي تنسي شخص بشخص، واياكي تدخلي في علاقه حب اول ما تخلصي عشان تنسي الاولاني او عشان تغذيه. ما ينفعش، لانك بتجذبي لنفس الشخص تاني بلس بس اسوأ. تالت حاجه تعرفي امتى انك اتعافيتي منه؟ لما تقعدي في مكان او تقعدي مع ناس تسمعي سيرته، تسمعي كل حاجه عنه ولا تتهزي، لا تحسي انك بتحبيه ولا تحسي انك بتكرهيه، ولا تحسي انك عايزه تكلميه وتحني له، ولا تحسي انك عايزه تنتقمي منه. هوا، عباره عن هوا. اول ما تحسي الحاجات دي اعرفي تماما انك اتعافيتي معافاه كامله. اخر حاجه اللي هتختمي بيها انك البني ادم اللي يدخل حياتك بيضيفلك مش بيكملك. يعني انت تقدري بيه او من غيره تعيشي لوحدك. وجوده هيضيفلك حاجه حلوه، عدمه مش هيهزك في حاجه.